ما تنساش دير اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو وضغط زر الجرس باش توصل معنا بكل جديد. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي أينما كنتم. فكما كتعرفوا فالعالم بأسره والمغرب بشكل خاص كيعرف واحد الموجة ديال الغلاء، يعني لا مثيل لها. ما كناش يعني كنتصوروا أن الغلاء غيوصل لهذه الدرجة هذه في جميع المواد الاستهلاكية، في جميع المواد الفلاحية، في جميع المواد، يعني جميع المواد بشتى أصنافها. فكتعرف واحد الغلاء مرتفع جدا. يعني أثمنة صاروخية. أي حاجة حطيتي عليها يديك هاد الساعة كتلقاها غالية بزاف، تزاد بالنص ولا تزاد بالثلث ولا تزاد فوا دو، ضربات في جوج. فلهذا فالكثير منا كيتساءل على واش ممكن أن عيد الأضحى يتلغى هاد السنة هادي نظرا لهذا الغلاء ديال المعيشة. وفي هذا الموضوع ان شاء الله غادي نهضروا. لكن قبل ما ندخلوا ونطرقوا الموضوع ادعوك يعني اخي او اختي، اذا كنت اول مره كتشاهد القناه انك تشترك معنا، دعمنا بواحد اللايك، دعمنا بواحد الكومنتير تحفيزي، ضغط زر الجرس باش توصل معنا دائما بكل ما هو جديد ان شاء الله. السي الحسن الداودي وزير سابق فكان هضر على هذه القضية هذه وقال بأن عيد الأضحى سيلغى بحكم الواقع. نعم، كيف ذلك؟ فقال وبالحرف: لقد كنت في البادية قبل أسبوع وقيل لي أن كلفة اليوم، يعني الكلفة ديال خروف العيد إلى حد اليوم، لا تقل عن 3000 درهم، وسترتفع الكلفة بإضافة مصاريف العلف في الشهرين والنصف متبقيين وأرباح الفلاح. يعني 3000 درهم دابا لحد الساعة مازال شهرين. فينا هو الربح ديال الفلاح؟ فينا هو العلف اللي غيتزاد في هاد الشهرين هادي اللي غتزاد يعني يقتنيه الفلاح باش يكمل العلف ديالو، الماشيه ديالو في هاد الشهرين هادي؟ فالثمن ديالو الان 3000 درهم، فمستقبلا غيولي 4000 درهم، 5000 درهم. وإلا وصل هاد الأثمنة هادي فأغلبية المغاربة ما يقدوش يقتنيوا أضحية العيد. لذلك المؤكد أن أغلبية المواطنين لن يجدوا سبيلا لشراء الأضحية. هذا يعني مفرغ من هذا الكلام هذا، خصوصا أنهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي. فعامة الشعب المغربي الآن حصل غير مع الماكلة والدراري لباسهم وكسوتهم والموضو، فما بالك خروف ب5000 درهم في هذا الوقت هذه؟ راه بزاف، غيكون غالي بزاف وما غنقدوش صراحة نقتنيو بهذا الثمن هذا. وفي جواب له عن سؤال مباشر: هل أنت مع إلغاء ذبح الأضحية؟ قال المتحدث بالحرف: على المغاربة أن يعوا أن الأضحية سنة وليست فرضا. قال بأن الأضحية سنة وليست فرض. فإذا ما كانش باستطاعتك أنك تشري خروف العيد وما ذبحتيش فلا حرج، يعني ما دامت سنة وليست فرضا، وما دام أنك يعني ما استطعتيش تشريها. وفي دول عديدة فإن شريحة قليلة من المواطنين هي من تأتي هذه الشعيرة. لكن ما دام ذبح الأضحية أصبح مقدسا بحكم الأعراف الاجتماعية، فإن قرار إلغاء ذبح الأضحية سيرفع الحرج عن الفقراء. لكن هذا القرار سيبقى من اختصاص أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهو يعني اللي بيدو هذا القرار هذا، إذا اتخذوا فغيرفع الحرج بزاف على بزاف ديال الناس اللي ما يرضاوش يقولوا ما ذبحناش بين الجيران وبين كذا. ولكن إذا كان قرار جاي من أعلى سلطة في البلاد فغيرفع عليهم الحرج إن شاء الله. وأعتقد قال أننا في ظروف استثنائية، ولا شك أن إصدار هذا القرار سيخفف العبء عن الأسر الفقيرة ويرفع الحرج كما قلنا. إذا هذا هو موضوعنا. نتمنى أن الحكومة وأن الدولة تشوف هذا الاتجاه هذا. نتمنى كذلك أنني نشوف تفاعل مع هذا الموضوع يعني في الكومنتير. فإذا ما كنتيش مشترك معنا في القناة أدعوك للاشتراك معنا في القناة وضغط زر الجرس. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.